بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. دورة حياة نبات الفوجير كمثال لتعاقب الأجيال، وكنا قلنا إن تعاقب الأجيال هو عبارة عن ظاهرة بتتكاثر فيها بعض الكائنات الحية سواء كان نبات أو حيوان في دورة حياتها، بحيث بيبقى عندها جيل واحد بس يتكاثر جنسيا يعقبه جيل أو أكتر يتكاثر لا جنسي. وكنا قلنا ده بيحصل في الكائنات الحية دي علشان تاخد ميزة التكاثر الجنسي اللي هي التنوع الوراثي، وميزة اللاجنسي اللي هو سرعة الإنتاج ووفرة النسل. واتفقنا إن ده بيحصل في النباتات وفي الحيوانات، وخدنا مثال دورة حياة الحيوان اللي هو البلازموديوم ملاريا، ومثال للنبات اللي هو دورة حياة نبات الفوجير. ونبات الفوجير هو أحد أنواع السراخس اللي هي وجدت منذ قديم الأزل. والسراخس عندنا احنا هناخد مثالين، في عندنا نبات الفوجير وده بيعتبر كنبات زينة، بيبقى موجود في المشاتل، بيبقى موجود في المولات، في ناس بتزرعه في الجناين عندها. وفي عندنا كمان نبات اسمه كزبرة البئر، وده بيبقى موجود في حوالين الآبار أو بيبقى موجود على جانبي القنوات الظليلة، قناة مية أو مجرى مية ولا حاجة، وبعدين بتلاقي فيه على الجناب يمين وشمال كده اللي هو نبات كزبرة البئر. المهم يبقى موجود في حتة فيها رطوبة. إذا احنا هناخد السراخس عامة فوجير وكزبرة البئر، ما احنا هندرس الفوجير وما يقال على الفوجير هو بالظبط زي كزبرة البئر. دورة حياة نبات الفوجير لازم تتعرف الأول على نبات الفوجير كنبات عادي خالص يتكون من جذر وساق وأوراق، ولكن مع اختلافات بسيطة قوي. الساق زي ما احنا عارفين بيبقى بالطول كده، ولكن نبات الفوجير الساق بتاعه بالعرض، فبنقول عليه ان الساق بتاعته عرضيه، وبالتالي الجذور بتاعته مش بتبقى نازله برضه بالطول كده، ولكن جايه من الساق العرضي، فالجذور بتاعته عرضيه. والاوراق عاديه دي ما بيبقاش فيها اختلاف زي الاوراق بتاعت النباتات العاديه، مع اختلاف بسيط قوي. المهم ان انا عايز اتك هنا على حته الجذور العرضيه دي، لان الجذور عندك وهتلاقيها في بعض اسئله، في جذور عندنا بنقول عليها جذور وتديه، وده زي الجزر مثلا، وانواع كتيره جدا من النباتات. في جذور بتلاقيها الياف زي البصل مثلا بنقول عليها جذور ليفيه، في جذور بتبقى عرضيه ودي زي نباتات السراخس ونبات الفوجير. وبالتالي يا دكتور الورق بقى بتاع نبات الفوجير بيختلف بس اختلاف بسيط قوي. بتلاقي الورقه هي بالمنظر ده، هناخد ورقه من دول وخلي بالك الورقه بتاعته مشرشره كده او محززه، فهتلاقي في حاجه اسمها الحزازيات. الحزازيات برضو بينطبق عليها الى حد كبير جدا دوره الحياه زي الفوجير كده، بتتكاثر جيل جنسي وجيل لا جنسي. هتاخد ورقه من الورق ده كده وتبدا تبص على السطح السفلي بتاعها، هتلاقي السطح السفلي بتاع ورقه نبات الفوجير بيبقى عليها نقط كده اسمها البثرات. البثرات دي بتبقى مليانه اكياس اسمها الحوافظ الجرثوميه. ادي ورقه اهي، وهنقلب الورقه نشوف السطح السفلي بتاعها فيه بثرات نقر مليانه اكياس اسمها الحوافظ الجرثوميه. يعني البتاع الخضراء دي كذا حافظه جرثوميه يا دكتور. وتبدأ الحوافظ الجرثومية دي بيبقى فيها خلايا ثنائية العدد الصبغي 2 نون اللي هي اسمها خلايا جرثومية أمية، ودي اللي هتبدأ تتكاثر بالتكاثر اللاجنسي وتكون الجراثيم بتاعتها. إنما نبات الفوجير نفسه أو السراخس بتبقى 2 نون عادي جدا زي أي كائن حي ثنائية العدد الصبغي. الحوافظ الجرثومية زي ما أنت شايف كده دول كده كذا حافظة موجودين في نقرة من النقر، بتلاقيها 1 2 3 4 عددهم كبير جدا. تكبر الموضوع هتلاقي الحوافظ الجرثومية دي كده حافظه من الحوافظ، وهتلاقي فيها خلايا جرثوميه اميه بتبقى 2 نون. دي بتبدا تكون الجراثيم بتاعتها بالانقسام الميوزي، ودي حاجه عجيبه ان انا بكون جراثيم. انا اعرف ان تكوين الجراثيم ده تكاثر لا جنسي، والتكاثر اللاجنسي بيعتمد على الميتوزي ما عدا، ادي اكسبشن اهو، ادي استثناء اهو. تكوين الجراثيم في نبات الفوجير بيحصل بالانقسام الميوزي، بيعكس نبات الفوجير عاكس الايه يا دكتور. وبتتكون الجراثيم في الحوافظ، ولما تمتلئ كل الحوافظ اللي على النبات بالجراثيم بتبدأ تنفجر هذه الحوافظ الجرثومية وتتحرر الجراثيم. تروح الجراثيم إلى تربة رطبة، ولما تقع في تربة رطبة فيها مية تبدأ هذه الجراثيم تمتص المية، ولما تمتص المية هتبدأ تنبت ويطلع حاجة اسمها النبات المشيجي أو النبات أو الطور المشيجي اللي هو هيتكاثر بالأمشاج. وده بيبقى طور مفلطح مبطط يعني قلب الشكل ونايم على سطح التربة، ده بيتكاثر بالامشاج. لو جيت تشوف النبات المشيجي يا دكتور هتيجي تلاقي زي القلب كده بالظبط، هو عباره عن طور قلبي الشكل، بيبقى الحته العريضه دي المقدمه، والحته المسحوبه اللي ورا دي اسمها المؤخره. يبقى في المقدمه والمؤخره، المقدمه والمؤخره، وده السطح العلوي
بتاع النبات المشيجي ده ما فيهوش حاجه، انما اللي موجود كله عندنا على السطح السفلي. لو جيت تروح للسطح السفلي وهنروح من ورا من المؤخره هنبدا نلاقي اشباه جذور، ودي عشان تمتص الميه والعناصر الغذائيه ويبدا يكبر. وهتيجي تلاقي فيه كمان حاجه اسمها زوائد تناسليه او المناسل، اللي هي الانتريديا الصغيره ده اللي بتكون الامشاج المذكره سابحات مهدبه، والارشيجونيا بتتميز انها اطول شويه، ودي بتكون دي المناسل المؤنثه ارشيجونيا اللي هي بتكون الامشاج المؤنثه. هيبدا دلوقتي تطلع الامشاج المذكره وهتلاقيها تنتشر من نبات مشيجي الى نبات مشيجي تاني. ليه؟ لان الانسريديا والارشيجونيا، وخلي بالك من التركه الصغيره دي، على نفس الطور المشيجي مش بينضجوا في نفس الوقت. ليه؟ علشان ده يروح يخصب من هنا وده يروح يخصب من هنا. اوقات النضج بتاع الانسريديا والارشيجونيا على نفس النبات المشيجي ما بتبقاش واحده، وبكده نضمن ان ده يدي ده وده يدي ده، فيبدا يحصل تنوع وراثي، يبقى كده اصبح فردين. اذا الطور المشيجي يا دكتور طور مفرطح قلب الشكل، في مؤخره السطح السفلي من هنا هتلاقي فيه اشباه جذور، وفي المقدمه هنا هتلاقي الانسريديا والارشيجونيا. ولذلك لما يقول لي في نوعين من الزوائد موجودين على السطح السفلي للنبات المشيجي، ايوه يا فندم، في زوائد تناسليه اللي هي انثريديا وارشيجونيا، دي مناسل مؤنثه ومناسل مذكره، وفي اشباه الجذور لامتصاص الماء والعناصر الغذائيه. دوره حياه نبات الفوجير زي ما احنا قلنا كده، بنقول ان بيبقى فيه النبات بيبقى على السطح السفلي للاوراق بتاعته في حوافظ جرثوميه، تبدا الحوافظ الجرثوميه، ونبات الجرثومي ده النبات الجرثومي بيبقى ثنائي العدد الصبغي 2 نون، وتبدا الحوافظ الجرثوميه ده هتكون الجراثيم بتاعتها بانقسام ميوزي، ودي لاول مره. هنا الخلايا الجرثوميه الاميه اللي في الحوافظ 2 نون تقوم تنقسم ميوزي وتكون الجراثيم، ولما تنضج الحوافظ الجرثوميه هتلاقيها ترمي بالجراثيم في الهواء، وهنا يلعب الهواء دور مهم جدا في نقل الجراثيم الى البيئه المناسبه او لتربه رطبه. ولما تصل الجراثيم الى تربه رطبه تبدا الجراثيم تمتص الميه وتبدا تتشقق الجذور بتاعتها وتنبت الجرثومه، تنبت الجرثومه بانقسامات ميتوزيه عديده وتعمل النبات المشيجي. والنبات المشيجي نون، ليه؟ لانه جاي من جرثومه نون، يبقى الجرثومه نون. الحاجه الوحيده اللي عندي في دوره حياه الفوجير 2 نون هو الطور الجرثومي، ولكن الجراثيم نون والطور المشيجي ده نون. لو رحت للطور المشيجي هتبدا تلاقي على السطح السفلي بقى، هنروح من ورا من المؤخره هنلاقي اشباه الجذور. هندخل كده بالكادر جوه تحت الطور المشيجي هنبدا نلاقي في المناسل المذكره، ودي صغيره بنسميها الانتريديا، دي اللي بتكون المشيج المذكر سابحات مهدبه، ودي نون. ونروح نلاقي المناسل المؤنثه اللي هي الارشيجونيا، وبتبقى نون وبتكون البويضات نون. كل ده هيبقى بالانقسام الميتوزي. هيبدا دلوقتي لما يجي ينزل ميه على التربه هيبدا دلوقتي المناسل المذكره اللي هي الانثريديا تفتح علشان تبدا تنزل منها السابحات المهدبه اللي هي نون، وتبدا السابحات المهدبه تعوم في الميه وتفضل عايمه. وغالبا ما مش هتلاقي ارشيجونيا في نفس النبات، ليه؟ مش هتلاقي الاثنين انثريديا وارشيجونيا بينضجوا سوا، فمضطره انها تروح لنبات تاني وتفضل عايمه في الميه بتاعه التربه، وده دور الميه لغايه ما توصل لارشيجونيا. وسبحان من خلق وعلم، تبدأ الارشيجونيا تجذب السابحات المهدبة انها تنزل كام نقطة مية، فيبدأ السابحات المهدبة نون تفضل طلعة في الارشيجونيا لغاية لما تلاقي البويضة نون، وتخصب البويضة، وهنا ينتج الزيجوت اللي هو 2 نون. وبعد ما يتكون الزيجوت يقعد الزيجوت بقى ينقسم عدة انقسامات ميتوزية، وادي انقسام ميتوزي كمان، علشان الزيجوت ده يتحول الى جنين، ويبدأ الجنين ينبت، ويبدأ هنا هيتكون الجنين، يفضل الجنين انقسامات ميتوزية فيتكون جنين. هذا الجنين هيبدأ ينبت ويطلع من الارشيجونيا ويبدأ يكبر على هيئة نبات اسمه النبات المشيجي، اللي هو هيرجع تاني بدورة الحياة النبات الجرثومي. ويبدأ النبات الجرثومي يظهر من تحت السطح كده ويفضل طالع ويبان لك من هنا كده يا دكتور، وكده يبدأ يتكون النبات الجرثومي، وهيكون معتمد على النبات المشيجي. النبات المشيجي ليه اشباه جذور عمال يمتص الماء والاملاح، ده لسه ما تكونلوش جذر،
ولذلك بيتطفل النبات الجرثومي على النبات المشيجي، وبكده تظهر ظاهرة التطفل بوضوح في دورة حياة الفوجير نتيجة تطفل النبات الجرثومي على النبات المشيجي. وكل ما بيعدي يوم يبدأ النبات الجرثومي يكبر والنبات المشيجي يصغر إلى أن يضمر ويتلاشى النبات المشيجي، ويبدأ يفضل اللي موجود عندي هنا النبات الجرثومي. الطور المشيجي يا دكتور اهو، ده الطور المشيجي وظاهر عليه الطور الجرثومي، ودول كلهم على الطور الجرثومي، ودول كلهم على بعض ما يجوش قد عقلة الصباع، بس هي الصورة مكبرة شوية. ولذلك لو قلت لك ليه بتظهر ظاهرة التطفل بوضوح في دورة حياة الفوجير هنا يا دكتور؟ لان النبات الجرثومي يتطفل على النبات المشيجي. النبات الجرثومي 2 نون يتطفل على المشيجي نون يا دكتور، او الطور الجرثومي على الطور المشيجي. وهنا تبدأ بقى عايزك تلزق دورة الحياة بتاعة الفوجير صورة لازقة في دماغك علشان تجاوب بيها الأسئلة. بتبدأ دورة حياة الفوجير بالنبات الجرثومي، وده بيكون 2 نون. على السطح السفلي بيبقى فيه بترات بتبدأ تحتوي على حوافظ تكون الجراثيم، والجراثيم اللي بتتكون عندي وهذا هو الشيء الغريب بتتكون بانقسام ميوزي وتتكون جراثيم نون. تبدأ الجرثومة تحملها الرياح لغاية اما تقع في تربة رطبة وتنبت الجرثومة. يعني ايه تنبت؟ هي كانت خلية واحدة الجرثومة عدة انقسامات، ميتوزي، خليتين في 4 في 8 في 16، وتقعد تتضاعف لغاية لما تعمل النبات المشيجي. والنبات المشيجي هنا نون لانه هو جاي من جرثومه نون. ويبدا النبات المشيجي على السطح السفلي بنلاقي المناسل المؤنثه ارشيجونيا والمناسل المذكره اللي هي الانتريديا. هيبدا المناسل المذكره والمؤنثه اللي هي نون لانها موجوده على النبات المشيجي نون، هتبدا تكون الامشاج، ما هو عشان كده سموه نبات مشيجي. وبما ان هي الخلايا بتاعتها نون فهتكون الامشاج اللي هي السابحات المهدبه اللي هي ما تقابل الحيوان المنوي، ليها اهداب وليس ديل زي الحيوان المنوي. وهنا تتكون البويضات. ولما كانت الانتريديا والارشيجونيا اللي على الطور المشيجي اللي هو نون، وهي الانتريديا والارشيجونيا نون، فبتكون الامشاج نون، يبقى بالانقسام الميتوزي. وبعد كده يبدا الامشاج يروح المشيج المذكر ويدخل جوه الارشيجونيا على المشيج المؤنث البويضه، ويخصب البويضه وتتم عمليه الاخصاب ويتكون زيجوت. وادي 2 نون تاني. والزيجوت ال2 نون يقعد ينقسم ويتحول الى جنين. وبعد كده جوه الارشيجونيا يبدأ يكبر هذا الجنين، ويبدأ بعد انقسامات ميتوزية ينبت هذا الجنين عشان يبقى النبات الجرثومي مرة تانية اللي ينمو معتمدا على النبات المشيجي، ويفضل الجرثومي يكبر والمشيجي يصغر إلى أن يتلاشى ويختفي النبات المشيجي. وهنا يبدأ يرجع النبات الجرثومي زي ما كان وتنتهي دورة الحياة. ولذلك في دورة حياة نبات الفوجير أنا عندي طورين بس، غير الملاريا كان عندي 4 أطوار، كان عندي 4 مراحل، 2 في الإنسان كبد ودم، و2 في أنثى البعوضة في تجويف المعدة وفي جدار المعدة. إنما أنا عندي هنا دورة حياة الفوجير هم طورين، النبات الجرثومي والنبات المشيجي. خلص الكلام. والنبات الجرثومي بيتكاثر بالجراثيم، صح كده يا دكتور؟ ولكن الغريب إن الجراثيم هنا بتتكون بالميوزي، والنبات المشيجي بينقسم أو بيتكاثر بالأمشاج. والغريب هنا إنه بيكون الأمشاج بالانقسام الميتوزي. وهنا نقدر نقول لك إن نبات الفوجير عاكس الآية. يعني احنا عارفين ان التكاثر الجنسي يعتمد على ميوزي، واللا جنسي يعتمد على ميتوزي، ده اي كائن حي في الوجود كده. الا نبات الفوجير في دورة حياته عاكس الاتنين، فبيتكاثر لا جنسيا بالجراثيم انقسام ميوزي، ويتكاثر جنسيا بالامشاج اللي بيكونها بانقسام ميتوزي. فخلي بالك ويكون عندك ده هي ثابته هنا كده يا دكتور. يبقى لما يجي لي اي سؤال نبات فوجير اعرف ان هو عاكس الطبيعه، مخلي الجنسي بالميتوزي ومخلي اللا جنسي اللي هو بالجراثيم بالميوزي يا دكتور. طيب وفي دوره الحياه بتلاقي هنا كام انقسام؟ انا عندي في الاول خالص انقسام ميوزي وده هيكون الجراثيم، وبعدين ميتوزي عشان الجرثومه تنبت وتبقى النبات المشيجي، وبعدين ميتوزي تاني علشان اكون الامشاج ويتكون الجنين بعد كده، والجنين يحصل له ميتوزي علشان ينمو ويبقى نبات جرثومي. الله يعني كده في كام انقسام؟ ميوزي
ميتوزي ميتوزي. يبقى بيحصل الانقسام الميوزي مرة واحدة بس في دورة الحياة عند النبات الجرثومي علشان يعمل الجراثيم. الباقي كله ميتوزي. يبقى بيحصل ميوزي ميتوزي ميتوزي ميتوزي. الميوزي الاولاني تكوين الجراثيم، يليه ميتوزي انبات الجراثيم، ثم ميتوزي تكوين الامشاج، ثم ميتوزي لانبات الجنين عشان يعمل نبات جديد اللي هو النبات الجرثومي. انما لو سألتك هو بيحصل الانقسامات ميوزي وميتوزي كم مرة؟ هتقول لي 1 ميوزي و3 ميتوزي. حلو. طب بيحصل الميوزي والميتوزي من اجل التكاثر. من اجل التكاثر بيحصل ميوزي 1 وده عشان يتكاثر لا جنسي بالجراثيم يكون جراثيم، وميتوزي 1 خلي بالك ده مش من اجل التكاثر، الميتوزي ده من اجل انبات الجرثومة، انما ده اللي من اجل التكاثر الجنسي عشان يكون الامشاج. ف1 ميتوزي و1 ميوزي. شوية تركات كده وفنيات خلي بالك علشان الأسئلة. لو أنا سألتك الطور السائد في دورة الحياة، الطور سائد يعني موجود على طول ومش بيختفي. الطور اللي بيختفي النبات الجرثومي المشيجي، ولكن اللي بيفضل زي ما هو ده كده بيكون الجراثيم ويبعتها، والجراثيم تنبت وتعمل ده ورا ده ويعمل لك نبات جرثومي تاني مرة تانية، وإنما ده بيفضل ما بيختفيش. فالطور السائد هو النبات الجرثومي. طب لو سألني دورة الحياة ده هي دايرة، وأي دايرة عليها نقطة لف وارجع لنفس النقطة، ولكن النقطة بتاعة البداية هي النبات الجرثومي. يبقى تبدأ دورة حياة الفوجير بالنبات الجرثومي. هل بتنضج المناسل المؤنثة والمذكرة على النبات المشيجي في نفس الوقت؟ قال لك لا. ليه؟ هو انا مش المفروض هنا هتيجي السابحات المهدبه وتخش هنا؟ لا يا فندم، ده ما بيحصلش. اصل ده لو حصل يبقى هو فرد واحد او نبات واحد مخصب نفسه. فين التنوع الوراثي في الموضوع؟ ولكن اللي بيحصل يا دكتور لا يمكن تنضج المناسل المؤنثه الا في قليل من الاحيان. المؤنثه والمذكره ما ينضجوش في نفس اللحظه. تيجي تلاقي النبات المشيجي ده ينضج المناسل المؤنثه وفي بويضه ناضجه وزي الفل، ودي لسه قافله ما حصلش فيه تكوين امشاج، فبالتالي مضطر ده يجيله منين؟ يبقى في نبات مشيجي تاني. انا كان عندي 1000 جرثومه اترموا في الطين هنا، فهتلاقي ال1000 جرثومه بقوا 1000 نبات مشيجي، ويبدا هنا يتكون امشاج مذكره مثلا وامشاج مؤنثه، وبرضه ده هنا ينضج الامشاج المذكره الاول وتروح تخصب ده، وبالتالي ده هيبقى متخصب من ده ومتخصب من ده ومن واحد تاني هنا، فيبدا كده اصبح عندي فرد بيتم اخصابه من افراد مختلفه، بقى كده في فردين يا دكتور. وده اللي بيعمل عندي ظاهره التنوع الوراثي في النبات الفوجير في التكاثر الجنسي. طيب لو انا سألتك هنا كيف تفسر عدم نضج الانسيليديا والارشيجونيا في نفس الوقت؟ اللهم لك الحمد، هم مش بيحصلوا في نفس الوقت نضج، وده علشان يحصل عملية التنوع الوراثي. لما يلاقي ده كون بويضة وده لسه ما كونش، طب ما عايز يتجوز، فيبدأ ده هو اللي يبعت له يا دكتور، ده اللي يبدأ يبعت له الامشاج المذكرة علشان يبدأ يتكون نباتات تختلف في تركيبها وفي جيناتها عن النبات ده، فبالتالي يبدأ يحصل ظاهرة التنوع الوراثي. عشان كده الانسيليديا والارشيجونيا ما ينضجوش مع بعض. هل ينتج اكتر من نبات جرثومي على النبات المشيجي؟ ادي النبات المشيجي اهو. هل بيطلع عليه كذا نبات جرثومي؟ امال ايه؟ هو انا بيبقى عندي فاكر ارشيجونيا واحده؟ ده بيبقى فيه كذا ارشيجونيا، وبالتالي كل ارشيجونيا جواها بويضه، وكل بويضه هيجي لها واحد من السابحات المهدبه يخصبها. فلو انا قلت لك في هنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 ارشيجونيا، ينتج عليهم كام نبات مشيجي؟ ما تقوليش 7، ليه؟ لان انا ممكن ال7 ارشيجونيا دول جواهم 7 بويضات، واحده ما تخصبش و6 يخصب البويضات دول، فهنا ينتج 7 نبات جرثومي. يبقى معنى كده على حسب عدد البويضات اللي خصبت، انا هقول لك هنا كله خصب فيديني 7، فبالتالي هل ينتج اكتر من نبات جرثومي على النبات المشيجي الواحد؟ طبعا يا دكتور على حسب عدد، ايوه يا فندم، على حسب عدد البويضات اللي تم اخصابها جوه الارشيجونيا. هل يوجد تباين وراثي ما بين الطور الجرثومي والطور المشيجي؟ والله صاحب العقل يميز. هل في تباين وراثي؟ هل دول مختلفين؟ يبقى في تباين وراثي. يعني انا دلوقتي عندي ده شخص او هعتبره ده فرد وده فرد، هل في ما بينهم تشابه؟ انا مش شايف ما في ما بينهم تشابه. ده حتى 2 نون وده نون، ده نبات شكله عادي وورق وبتاع، انما ده قلب الشكل، فبالتالي لا، في تباين وراثي. غريبه، تباين وراثي مع ان ده بيتكاثر لا جنسي علشان يدي ده.
ايوه يا دكتور، بس هنا اللاجنسي بيتكون بالجراثيم اللي بتتكون بالميوزي، والميوزي دايما بيعمل تباين وراثي علشان موضوع العبور والظاهره بتاعه الرباعي والعبور اللي بتحصل اثناء الانقسام الميوزي بوجه عام. فبالتالي في تباين، في اختلاف. صح يا دكتور، النبات الجرثومي بيدي النبات المشيجي، والنبات المشيجي بعد كده هيدي الجرثومي. الله، يعني ده لما بيتكاثر بيدي ده، في تباين لان ده مختلف عن ده. وده لما يتكاثر بالامشاج يدي ده. غريبه، انا كنت متوقع ان ده هيدي واحد شبهه، لا ده واحد. يبقى لما ده يتكاثر في تباين وده يتكاثر في تباين. هنا التباين الوراثي ظاهر في التكاثر اللاجنسي، والتباين الوراثي ظاهر في التكاثر الجنسي. ظاهر في التكاثر اللاجنسي بالجراثيم، ولان الجراثيم بتتكون بالميوزي، واثناء الانقسام الميوزي بيحصل تنوع وراثي، بيحصل ظاهره العبور، وبالتالي الامشاج بيبقى فيها اختلاف، والجينات بتبدا تتوزع ويحصل لها انعزال، فبالتالي بيبدا يظهر تنوع وراثي. وهنا لان ده ما بينضجش الانسريديا والارشيجونيا في نفس اللحظه، فبالتالي لازم فيه تنوع وراثي يا دكتور. تعرف تكاثر لا جنسي فيه تنوع وراثي يا راجل، بس ما تقولش الكلام ده. اللا جنسي بيبقى فيه ثبات وراثي، لا انا عايز لا جنسي فيه تنوع وراثي، ولكل قاعده شواذ. لا جنسي وفيه تنوع وراثي يا فندم. ارجع هنا للتوالد البكري في نحل العسل، لما كانت الانثى بتدي بويضات نون ونون، في جزء من البويضات بيخصب بيدي اناث. طبعا الاناث ده هي ناتجه من اخصاب بويضه بحيوان منوي، وبالتالي في تنوع وراثي لان من فردين. خليني بقى في اللاجنسي هنا، البويضات اللي بتنزل نون وتتحول الى ذكور. تقول لي الذكر ده مختلف عن الانثى؟ طبعا يكفي ان الذكر ده بشنب، الانثى ما عندهاش شنب، صح كده؟ الذكر ده بيبقى ليه عضلات، وله ذكر وانثى، يبقى فيه تنوع وراثي يا دكتور. الذكر خشن ومخنشر، انما الانثى حلوه واموره ولذيذه. في اختلاف في الشكل، واختلاف في المفهوم، واختلاف في المعنى يا دكتور. طالما ذكر وانثى يبقى فيه هنا تنوع وراثي. غريبه مع انه جاي من تكاثر لا جنسي. معاك يا دكتور، ده لا جنسي ينتج عنه تنوع وراثي، واللا جنسي الثاني ينتج عنه تنوع وراثي في الفوجير، لما النبات الجرثومي بيكون جراثيم بالانقسام الميوزي، وده تكاثر لا جنسي ولكن في تنوع وراثي لان بيدي شيء فرد مختلف، زي ما ده الانثى ادت فرد مختلف اللي هو الذكر. يبقى في تكاثر لا جنسي، في تنوع وراثي. عندي اثنين، التوالد البكري في نحل العسل، وفي التكاثر بالجراثيم في نبات الفوجير. طب عايز تكاثر جنسي في ثبات وراثي؟ يا عم ما تقولش الكلام ده. التكاثر الجنسي في تنوع وراثي. هو عيب التكاثر الجنسي بس ان العدد بيبقى قليل، لا انا عايز بقى تكاثر جنسي وفي ثبات. تكاثر جنسي وفي ثبات ده كده معناه انه جنسي وبيحصل في فرد واحد. هو في جنسي وبيحصل في فرد واحد؟ امال يا دكتور. ولا حذاري ما تقوليش الاقتران وتسكت، لان الاقتران في السبايروجايرا لو كان ما بين فردين او خطين هنا يبقى في تنوع، لان ده فرد وده فرد. انما لما يحصل الاقتران الجانبي في نفس الفرد بيبقى في فرد واحد، فده تكاثر في فرد واحد، يبقى فيه هنا ثبات وراثي. يبقى جنسي فيه ثبات وراثي، الاقتران الجانبي في السبايروجايرا. تعرف تكاثر جنسي ممكن بيحصل في فرد واحد؟ يا راجل ما تقولش الكلام ده. جنسي وفرد واحد، انا اعرف ان الجنسي ما بين فردين، لا انا عايز جنسي في فرد واحد. ما انت لسه قايل اهو السلمي في السبايروجايرا فرد واحد وبيحصل فيه جنسي يا دكتور. وفي تاني برضو، وده في بعض الاحيان تلاقي الانسريديا طلعت هنا سابحات تروح للارشيجونيا في نفس النبات المشيجي ويبدا يحصل جنسي في فرد واحد. طيب عدد الانقسامات الميوزيه في دوره حياه الفوجير يا فندم، احنا قلنا دوره حياه الفوجير بيبقى فيه واول حاجه ميوزي عشان يعمل الجراثيم، ينبت الجراثيم بالميتوزي، وبعد كده الانسريديا والارشيجونيا يكونوا الامشاج بتاعتهم بانقسام ميتوزي تاني، وبعد كده يتكون الزيجوت، والزيجوت يتحول الى جنين بعده انقسامات ميتوزيه، ويكبر دلوقتي النبات الجرثومي معتمدا على المشيجي بعده انقسامات ميتوزيه، ويبدا يعمل لي نبات جديد. فدلوقتي في ميوزي ميتوزي ميتوزي ميتوزي، يبقى في كام انقسام ميوزي؟ هو واحد بس يا دكتور، هو واحد بس. فعدد الانقسامات الميوزيه في دوره حياه الفوجير، اول انقسام حصل اللي هو الانقسام لتكوين الجراثيم من النبات الجرثومي يا دكتور بالانقسام الميوزي. طب عدد الانقسامات الميوزيه والميتوزيه، الميوزي والميتوزي، ما هو في واحد ميوزي وثلاثه ميتوزي. لا استنى، من اجل التكاثر، لا من اجل التكاثر بقى. الميوزي الاولاني من اجل التكاثر اللاجنسي بالجراثيم، تكوين الجراثيم بالميوزي، يبقى هو واحد بس.
طيب بعد كده في ميتوزي هو واحد فيهم للتكاثر، اللي هو ده لتكوين الامشاج لان النبات المشيجي نون والامشاج نون، فبيبدا يتكاثر جنسي بالامشاج او بيكون الامشاج بتاعته بنون، وبالتالي بيبقى في تكاثر واحد او في انقسام واحد ميوزي وانقسام واحد ميتوزي، وده لتكوين او من اجل التكاثر. ده كده كانت دورة حياة الفوجير بتركتها استعدادا علشان نبدأ نحل ان شاء الله الواجب. يلا بينا نتوكل على الله على حل الواجب.